اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما بالف خير. بسبب طلب اداره النادي الاهلي كارثه منتظره على الزمالك وبيراميدز، وان شاء الله طلب النادي الاهلي ده يتنفذ، وهنشوف الزمالك وبيراميدز هيحصل فيهم ايه. وبلاش الدعاء المثاليه عشان انتوا معروفين بالاسم ومعروف غرضكم ايه. والعقوبه المنتظره على النادي الاهلي، ورسالة مهمة جدا لجمهور النادي الأهلي، وبالتحديد شباب جمهور النادي الأهلي، وأتمنى أن هم كلامي يوصل لهم وياخدوا بكلامي. قبل ما ندخل على التفاصيل، أتمنى من حضراتكم اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، وخلينا نبدأ عند الكارثة المنتظرة على الزمالك وبيراميدز. إيه القصة؟ القصة يا حضرات إنه كان في زيارة لمجلس إدارة النادي الأهلي للكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجديد. ومن خلال الزيارة دي بعض الصحفيين الموثوق فيهم جدا طبعا أكدوا أنه مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الأسطورة الكابتن محمود الخطيب طلب من جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة تطبيق قانون اللعب المالي النظيف. تطبيق قانون اللعب المالي النظيف، وانه الانديه لازم ميزانيتها يتم الاعلان عنها، لانه حضراتكم عارفين انه النادي الوحيد اللي بيعلن ميزانيته هو النادي الاهلي. بيجي كل نهايه موسم بيعلن دخل كام فلوس بالبلدي، يعني كده دخل كام فلوس وصرف كام وده الفائض كام او العجز كام. لكن الاهلي طبعا فتره كبيره سنين كتير جدا ما فيش عجز عنده في الميزانيه. لا بنشوف اعلان ميزانيه من الزمالك ولا بيراميدز، ودول بالتحديد لان دول اكثر ناديين بيصرفوا. في بدايه الموسم ومع اجتماع الانديه مع رابطه الانديه، النادي الاهلي طالب رابطه الانديه بتطبيق اتحاد الكوره ووزير الشباب والرياضه الزملكاوي اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه السابق بتطبيق اللعب المالي النظيف، وهو اللي رفض. طبعا عارفين حضراتكم رفض ليه؟ عشان خاطر نادي الزمالك. دلوقتي مجلس اداره نادي الاهلي طلب من جوهر نبيل وزير الشباب والرياضه انه يطبق القانون ده، لانه في بدايه الموسم مع اجتماع الانديه زي ما قلت لحضراتكم الناديين الوحيدين اللي رفضوا تطبيق القانون ده هو الزمالك وبيراميدز. فدلوقتي الاهلي بيطالب بتطبيق القانون وانه يكون في اعلان للميزانيات الانديه، لانه ما نشوف احنا زي نادي زي نادي الزمالك يعني مديون لطوب الارض، لطوب الارض، و11 ولا 12 قضيه في الفيفا، ولسه هتبقى 13 و14 و15 كمان. وفي بدايه الموسم ده يعمل صفقات ب يعني ميزانيه تتجاوز ال7 مليون يورو. طب من فين انت مديون؟ ومن فين انت بتدفع حوالي 7 مليون يورو في الصفقات كاكثر نادي مصري وافريقي يدفع فلوس في الصفقات؟ شيء غريب. نادي بيراميدز بيصرف فلوس كتير جدا ومحدش عارف ميزانيته ايه. ده في لعيبه مصريين في بيراميدز بياخدوا العقد بتاعهم بالدولار. عشان كده النادي الاهلي قال لك لا، يعني احنا يبقى في تطبيق اللعب المالي النظيف وكل نادي يعلن ميزانيته. وده العدل، يعني ده العدل في الدوري. لازم يكون في اعلان للميزانيه، كل نادي يعلن ميزانيته وكل نادي يعرف هو بيصرف ايه وبيدخل ايه. جميل. من بعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي واللي حصل من جمهور النادي الأهلي، وأنا هنا لا أدافع عن اللي عمله جمهور النادي الأهلي، مش بدافع عن اللي حصل من جمهور النادي الأهلي، ولكن في بعض الصحفيين والإعلاميين المعروف انتمائهم إيه ومعروف غرضهم إيه، هم في هجوم كبير جدا منهم على جمهور النادي الاهلي، ووصل بهم الامر انه بيطالبوا بتنفيذ عقوبات قويه على النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، والكل بيطالب انه لازم يكون في عقوبات. وصل بيهم الوضع انه بيحاولوا انه يطبقوا، يخلوا الاتحاد الافريقي يطبق عقوبات خارج اللائحه. يعني معروف انه القاء زجاجات المياه في الملعب العقوبه بتاعتها ما تبقى ماليه، مش ايقاف او حرمان من الجمهور. يعني ترمي جزازه ميه في الملعب العقوبه بتاعتها بتبقى عقوبه ماليه. طبعا ما فيش واحد في دول احنا شفناه في المغرب
اتكلم عن اللي حصل. يعني ما فيش واحد من الصحفيين دول اتكلم عن اللي حصل من الجمهور المغربي، ورمى سكينة معجون، والسكينة اللي كان ممكن تيجي في دماغ أي حد من اللعيبة وجات في دماغ تريزيجيه. ولكن لو كانت رشقت زي ما احنا بنقول كده، كانت انهت حياة اللاعب أو مدرب أو إداري من النادي الأهلي. ما حدش اتكلم، كله قال لك لا أحدث شغب وبتاع، ما حدش يتكلم فيهم. تيجي دلوقتي لمجرد انه في شويه جزايز ميه اترمت، ازاي وسلوك غير رياضي ومش عارف ايه وايه، قصه كبيره عاملينها، بس هم معروف غرضهم ايه ومعروف هم عاوزين ايه. العقوبه المنتظره في سياق كلامي قلت لك انه رمي جزايز الميه في الملعب هتكون عقوبه ماليه، الا اذا حصل ضغط من الجانب المغربي وتم حرمان النادي الاهلي مثلا من جمهور مباراه او اتنين. بس اؤكد لك انه ده لو حصل هيكون خارج اللائحه، وهيكون قرار يعني غريب وعجيب من الاتحاد الافريقي. لكن انا شخصيا ما اظنش انه ممكن الاتحاد الافريقي يعمل كده ويطلع عقوبه خارج اللائحه. عاوز اختم كلامي برساله لجمهور النادي الاهلي، وبالتحديد من الشباب من جمهور النادي الاهلي. والله والله ما فيش حاجة في الدنيا تستاهل انك انت تحزن وتجهر قلب امك وابوك واخواتك واهلك عليك. لا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا الكورة ولا اي حاجة في الدنيا، سواء في داخل الكورة او بره الكورة، تستاهل انك انت تحزن قلب امك وابوك واهلك عليك. من بعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، وتم القبض على حوالي 35 من مشجعي النادي الأهلي، وطبعا كلهم من الشباب اللي هو 18 و20 سنة وفي الحدود دي يعني، وباتوا ليلة في قسم الشرطة. هنا بوجه كلامي للمشجعين دول وللشباب دول. انت تعرف الليلة دي عدت ازاي على امك وابوك واخواتك واهلك؟ تعرف حالة الحزن اللي كانت عندهم عاملة ازاي؟ هم انت يعني بايت في الجسم وما عارفينش مصيرك ايه. هو تم الافراج عنهم وبكفالة حوالي 1000 جنيه بس على ذمة القضية. تعرف، دايما بتذكر جملة قالها ابراهيم فايق كانت عجباني جدا، لما قال لك انت كمشجع الحلقة الاضعف، الكل بيستفاد، كل المنظومة بتاخد فلوس، كله بيستفاد ما عدا انت بتدفع فلوس عشان تحضر مباراة وتشجع فريقك اللي انت بتحبه. شجع وافرح لفوز فريقك وازعل لخسارته، ولكن بالتزام بالقانون وبالحدود وباللوائح وبالادب والاحترام. تخرج عن ده هيبقى مصيرك اللي انت شفته امبارح. اتمنى انه رسالتي دي توصل للشباب دول، واتمنى ان المشجعين يعرفوا ان انت الحلقه الاضعف. انا عن نفسي بتكلم هنا في الاستوديو بتاعي وبتكلم واحفل واكايد في الزملكاويه وفي ده، ولكن باحترام وادب وبدون تجاوز. ده لازم الكل يعرف كده، انه دي في الاخر كوره، ولازم يحطوا في بالهم في دماغهم كده انه مفيش حاجه في الدنيا كلها تستاهل انك انت تكون سبب في حزن وقهر قلب امك وابوك واخواتك عليك. اتمنى انه رسالتي دي توصل للمشجعين دول وللشباب ده، واتمنى انه يكون درس ليهم، واتمنى انه دايما نكون ملتزمين بالقانون وبالاحترام وبالادب، لانه الكوره في الاخر لعبه ترفيهيه، ولازم الكل يعرف انه في وراه اب وام واخوات واهل هيحزنوا لاي شيء ممكن يحصل له. عشان اول حضراتكم اكتر من كده، اتمنى في نهايه الفيديو لايك للفيديو والاشتراك في القناه. سلام.